السلام عليكم، مرحبا مرحبا أصدقائي. وصفة اليوم وصفة هيك تركية سورية، كتير وصفة بتشهي. تعالوا أحكي لكم كيف عملت هاي المخبوزات أو البرك أو الفطائر بأسهل طريقة. أول شغلة أنا عجنت العجينة. طبعا أنا عملت كتير العجينة عندي بالفيديوهات، بتقدروا إنكم تشوفوها. رح أحكي لكم إياها على السريع. بتجيبوا كاسة فيها مي دافية، بتحطوا فيها معلقتين خميرة، معلقة سكر أو عسل ومي دافية، وبتسيبوها تخمر، وبعدين بتضيفوها فوق الدقيق أو فوق الطحين. أول شغلة هاي بعد ما سبت العجينة لمدة ساعة وغطيتها بكيس بتكون طرية. لو بدكم العجينة تكون طرية بتحطوا معلقة حليب بودر أو علبة زبادي، بتخليها كتير طرية. هاد منظر العجينة بالأول، شوفوا ما أحلاها، كتير طرية. ببدأ إنه هيك أقطعها على هيئة قطع، وبعدين رح أدورهم لدوائر. كل دائرة تكون بهذا الحجم، وراح أحط شوية طحين أو دقيق وأبدأ أفردها بهذا الشكل. أنا ما بدي أرققها، بس إنه أفردها بهذا الحجم. راح أبدأ أحط فيها جبنة موزاريلا، وأبدأ إنه أبرمها أو أقفلها من الجناب مع بعض بهذا الشكل مثل ما انتو شايفين. بعد ما قفلتها هيك راح ابدأ هلا هيك انه الفها علشان هذا اللي من فوق يختفي معي. راح اجيب صحن فيه زيت زيتون، وابدأ انه هيك بس احطها بحيث انها مش تدبل، يعني راح اضيف عليها سمسم فيلزق او يمسك فيها. بعد ما حطيت على الوجه سمسم رح ابدأ انه اقسمها من النص علشان افتحها زي اللي بالفيديو قدامكم. رح اجيب اي شغلة وانه افتحها هيك، ورح افردها مثل ما انتو شايفين. طيب هلا ممكن انكم تحشوها اي شغلة انتو بدكم. اول وحدة حطيت فيها شرائح البندورة او شرائح الطماطم، وبحط فيها هيك زيتونتين وبس، صينية وبفرد فيها زيت زيتون وبحطها. الثانية كمان رح افردها، هي كمان واحدة قدامكم. رح احط فيها الجبنة الموزاريلا او اي نوع جبنة انتو بتحبوه، ورح اقفلها، وبرضو رح اعمل نفس الخطوات بزيت زيتون وسمسم، ورح افتحها. هاي حبيت انه احشيها مرتديلا او سنيورة او اي نوع، اي اشي موجود عندكم تقدروا انكم تحشوها. رح احطها بالزيت وبالسمسم زي ما انتو شايفين. هلا هذا الفيديو انا ما رضيت اني اسرعه، هيك عملته شوي شوي عشان تاخدوا بالكم من كل الخطوات على الاخر. يعني برضو هون هيك فتحتها بهاي الطريقة، وراح احشيها زي ما قلت لكم بقطع من المرتديلا، وراح احط زيتونة وبس. راح ادخلها الفرن، وهي ما بتاخد اكتر من 15 دقيقة وبتكون جاهزة. طلعوا ما احلى شكلها، ريحتها عن جد عن جد عن جد خطيرة، عن جد قلبت البيت كله. ريحة مخبوزات معجنات برك تركية سورية فظيعة. هاي نفس المعجنات البرك اللي بتلاقوها بالمحلات السوري أو بالمطاعم السوري، كتير طعمها طيب. قدمت جنبها كاسة شاي وقطعتها بهاي الطريقة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا أصدقائي تعملوا لي لايك وشير سبسكرايب، تنشروا الحلقة بين أصحابكم، تكتبوا لي رأيكم. شكرا كتير وبحبكم من قلبي، وشكرا لمتابعتكم، لكل الكلام الحلو، لكل الدعم اللي بتدعموني إياه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.